عجبتني جدا، تمنيت لو اني حافظ عيالنا والعود شايفنا يعني انك ولدتهم بفضلنا يعني وايد الحرم السالم. طبنا ومن طيبنا يا مات مقلبنا مقالب كلها من سبة الطيبة. معنا أبو عاصم؟ اي نعم. ودنا تحدثنا عن هذه القصيدة وعن هذا الفيديو. الفيديو أنا وصلني يعني من أحد الأصدقاء البلدي، طبعا إشادة من عالم ورجل قامة الشيخ عبد الله المطلق، أكيد لها دور ولها أثر في نفسية الشاعر. أنا والله المقطع وصلني يعني بالصدفة عن طريق الواتساب وشفته زي ما شفته، وصراحة يعني كنت سعيد صراحة بتعليق الشيخ عبد الله المطلق، وأنا يعني أتمنى أن يحفظ القصيدة هذه، وأكيد يعني لها دور ولها أثر كبير في تشجيع الشاعر، سواء كان شاعر مبتدئ أو شاعر كبير، مهما كانت الإشادة من رجل بحجم عالم فاضل مثل الشيخ عبد الله، أكيد لها أثر كبير في نفس الشاعر. جميل، نبغى نسمع القصيدة. القصيدة طبعا يقول: طبنا ومن طيبنا يا مات مقربنا. يا سلام. مقالب كلها من سبة الطيبة، وعن طيبنا ما توبنا تجاربنا نعيد غلطاتنا في كل تجريبة. يا سلام. ونعد بعض الخسائر من مكاسبنا، ولاش خسران لو زادت مكاسيبه، ونمشي أشياء ما تمشي ويحسبنا من يجهل الطبعنا نجهل بلاعيبه. يا سلام. اللي بهرجه اللي يغبنا يعذربنا، ما غرنا يوم نقبل كثر ترحيبه، واللي ما يرضى علينا الهرج لا غبنا حنا ما نرضى عليه. نشوم بنفوسنا ونعز صاحبنا، نذكر مزاياه ما نذكر عذاريبه، ونعز جيراننا من مقاربنا الجار اللي عندنا التقدير والهيبة، عيالنا والعود شايبنا، لو هو ندفل بشر نصبر على عيبه ونطير نجريه ونعده معذبنا، وراعي البيت لو ان معازيبه والمال ما ندخله من دون واجبنا، ما نجمع في سنة في يوم نصخيبه، والحسد ما هي من مذاهبنا.